بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عاملين ايه؟ النهارده معاكم في موقع جديد. الموقع هنا اللوكيشن بتاعنا في دمنهور، وده تاني موقع اخلصه في دمنهور. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قدرت ان انا اخلص تشطيب متكامل، واخلص الفرش كمان، العفش كله الحمد لله رب العالمين. تصنيع عمولة من المصانع التابعة لنا كالمعتاد طبعا. الموقع هنا جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. الشقة ريحها حلوة يعني، وهواها بحري، وفيها أكتر من بلكونة، تعتبر كلها على الشارع مش على مناور. الريسبشن يمكن اللي هو مش كبير قوي، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نستغله مثلا كافضل استغلال. عملنا هنا الركنه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، واخدناها بشكل كيرفي، واعتمدنا ان كل التفاصيل بتاعتها تبقى كيرفي، حتى البواز الكوشنز الكلام ده كله تبقى كيرفي، والسجاده برده بتاعتها تبقى كيرفي، والترابيزه والاكسسوارز برده اللي على الترابيزه عملناها برده كيرفي. اعتمدنا هنا ان احنا نشتغل على درجات او على الالوان الرمليه، البيج والهافان والكاكاو والدرجات دي، وضفت معاها اللون اللبني سوري اللون الجولد بدرجات بسيطه او بكميات بسيطه جدا، عشان يديني حته الغنى شويه. اللون الجولد من الحاجات اللي بتدي غنى للحاجه، بتخلي الحاجه غنيه. فضفت الجولد هنا في تفاصيل بسيطه، زي الاكسسوارز مثلا بتاع الستاير زي ما احنا شايفين، ودي حاجه لسه ترند 25 في الستاير. زي اللون الشامبين الجولد اللي عملناه في الجزء بتاع المرايه. تمام. هنا عملنا جزامه في اول المدخل، طبعا هنا الحمام بتاع الضيوف، في التويلت وفي الحوض، والاكسسوارز برضو الذهبي البسيط. تمام. بعد كده عندي هنا الجزامه. هنا راعينا في الجزامه، اخدنا الجزء المربع المقلوب، وبرضو نفس القصه المرايه بتاعتها عملناها مكرميه بنفس الشيب، فاخده نفس الشكل تحت وفوق، ومديه انتظام جميل جدا وسيمتريه. وهنا برضو لما جينا حطينا الترابيزات الصغيره، حطينا برضو واحده عدله، وعملنا واحده مقلوبه عشان تبقى ماشيه كلها سيمتريكال مع بعض، وتبقى الجزئيه دي منتظمه. وهنا عملنا كونسول صغير، لو حد داخل هيحط مثلا المفاتيح بتاعته، هيحط الموبايل، ازازه برفان، مشط، الكلام ده كله، هتبقى حاجه بسيطه كده جنب الباب. بعد كده عملنا هنا الحائط ده، عملنا فيه اليونت بتاع التلفزيون زي ما احنا شايفين. تمام. وحطينا فيه الشاشه على اساس تبقى مواجهه للجزء بتاع القعده، سواء ليفنج او ضيوف، وبرده في نفس الوقت مواجهه للجزء بتاع السفره. فضلت ان السفره تكون هنا عشان تبقى قريبه من باب المطبخ. انا عندي الحائط ده في ظهره على طول المطبخ، فخليت السفره هنا قريبه من باب المطبخ على طول، وخليت القعده في المدخل في الحته الاكبر او في الحته الاوسع. وعملت نيش بسيط وبوفيه برده صغير وبسيط بشكل المرايات برده اللي كلها اخده كيرفات. وبرده راينا ان الكراسي كلها بتاعت السفره تبقى واخده كيرفات، والترابيزه نفسها اخده كيرفات، الشكل بتاع النيش ذات نفسه واخد كيرفات. فعملنا الشغل كله هنا معتمد على الكيرفات. حتى السجاد خليناه برده كله مكرف عشان يبقى الموضوع كله سيمتريكال، ويبقى كله منتظم، وشكله الجمالي موحد او منتظم. وبرده هنا لما جينا حطينا الزرع، اخترنا برده ان الاصاري بتاع الزرع تبقى برده دائريه، وتبقى من غير حروف حاده، او تبقى من غير سنن، تبقى برده دواير وكيرفات. نيجي هنا للمطبخ. ده المطبخ. تمام. عندي هنا حطينا الثلاجه في الاول. هنا المساحه دي كانت معموله على قد ثلاجه ودي فريزر، فجه العميل بعد ما احنا ظبطنا المساحات بتاعتنا غير شويه حاجات في تصميم المطبخ، فعالجنا الشكل ان احنا عملناها ثلاجه بلت ان، وعملنا التهويه بتاعتها من فوق. وفيما بعد قال ممكن اجيب ثلاجه وديب فريزر صغيرين، فتبقى المساحه واخده معايا الثلاجه والديب فريزر. هنا اخدت غساله الملابس، واخدت غساله الاطباق. غساله الاطباق هي القريبه بالنسبه لي من الحوض، على يمين الحوض عشان وقت الاستخدام. حطيت هنا الميكروويف في وحده علويه. الجزء ده عملته نيش، دولاب نيش وشه للخارج. واخدت البوتاجاز على اليمين، وتحتيه الفرن بتاعه والشفاط. وبقيت الوحدات العلويه والسفليه طبعا اتقفلت لحد السقف زي ما احنا شايفين. وقدرت ان انا استغل مساحه المطبخ كلها، سواء في الستور في التخزين او في توزيع الاجهزه، الحمد لله كلها كامله. وعملنا ديسبنسر الميه في الاول عشان اللي داخل مثلا ياخد ميه او حاجه،
فيبقى في الاول ما يضطرش يخش لحد المطبخ للاخر. فعملنا ديسبنسر الميه في الاول، وبعد كده الثلاجه، وبعد كده وزعنا الاجهزه بتاعه المطبخ. نخش بعد كده على الغرف. عندي اول غرفه هنا، دي غرفه البنت. تمام، هي الغرف كلها بنات عامه، بس دي غرفه البنت الكبيره، فغرفه واحده لوحدها. تمام. السرير بتاعها متر وخمسين. عملنا التجليده ورا السرير لحد السقف، وعملنا لها تابلو في درجات الالوان اللي موجوده في الغرفه. الجزء ده هنا عملناه مكتب وتسريحه، يعني ممكن ان هي تذاكر عليه وفي نفس الوقت ممكن تستخدمه كتسريحه. وعملنا لها المرايه الشيك الجميله الترندي قوي دي بنفس درجات الالوان الهاديه البسيطه اللي احنا شغالين فيها، واتطعمت بالفلاور كده بالجولد البسيط مع الفراشات. شيك جدا وجميله وحاجه جديده غير المرايات التقليديه اللي موجوده او اللي احنا متعودين عليها. وهنا اشتغلنا باللون الكشمير بدرجاته، اللون الكشمير الفاتح مع الغامق بدرجاته، وعملنا لها الدريسنج بتاعها. ضفنا برده فيه اللون الجولد بشكل بسيط في الدولف بس، وبقيه الاساس كله او اللون الاساسي بتاع الفرش عملناه اللون الاوف وايت. بعد كده عندنا تاني غرفه، دي تاني غرفه معانا. دي غرفه بنتين زي ما احنا شايفين. اخدنا هنا الدرجات الالوان بتاعه المنت مع التركواز او الجنزاري. اشتغلنا بالدرجتين دول. عملنا هنا سريرين وعملنا وراهم ظهر ثابت، تجليده كبيره ظهر ثابت ورا السريرين. دول بنات بس دول صغيرين شويه. الاوضه الاولانيه كانت يعني البنت كبيره، لكن هنا البنات لسه صغيرين شويه، فعملنا لهم حاجه تبقى برضو مناسبه لسنهم. حتى درجات الالوان اخترناها انها تبقى مناسبه لسنهم. وعملنا لهم هنا المكتب بالمرايه بالتسريحه، برضو نفس الاوضه الثانيه بس بفكره ثانيه. يعني انا بقفل ده كده كله بقى مكتب. لو عايزين يستخدموا تسريحه بفتح دي والمرايه موجوده وبيحطوا حاجتهم هنا، وممكن انا استخدمه برضو كمكتب وتسريحه نفس الموضوع. ولو حبينا نحط شاشه فيما بعد فاحنا عاملين التجهيزات بتاعه الشاشه عشان لو حبينا فيما بعد نحط الشاشه فهي موجوده. وزي ما احنا شايفين استخدمنا برضو نفس درجات الالوان في التابلوهات اللي عملناها على الحيطه، ويمكن ضفنا معاهم درجه الاحمر او الاصفر البسيط عشان يكسر اللون، ما يبقاش فيه اللون كله موحد في الاوضه، فضفنا الاحمر والاصفر بسيط في التابلوهات عشان يكسر معانا درجه اللون. وموجود معانا برضو الالوان اللي موجوده في الفرش والتابلوهات. وهنا عملنا فوق السرير الابليك ده على اساس وهم نايمين بالليل فممكن يطفوا الانوار كلها. ممكن نستخدم الابليك او نستخدم الاناره اللي ورا السرير اللي هي تبقى اناره هاديه عشان خاطر يناموا عليها. بعد كده عندي اخر غرفه، غرفه النوم الرئيسيه. هنا غرفه النوم الرئيسيه. عملنا دريسنج حرف ال زي ما احنا شايفين، موجود فيه كل مساحات التخزين اللي انا عاوزها. من ضمن المساحه بتاعه الدريسنج، وقف يا جماعه،